النهارده هعمل معاكم تتبيله تنفع لاي نوع عايزه تعمليه طيور يتعمل روستو. بطه، وزه، فرخه، رومي، اي حاجه عايزه تعمليها روستو هقول لك على تتبيله خطيره النهارده. الفيديو النهارده للتتبيله بس، واقول لك ازاي تطلعي لحم دايب حلو جدا. وكمان التتبيله واصله لكل حاجه. اول حاجه عملتها جبت بصلتين اتنين حمر وفرمتهم ناعم جدا، طماطمايه، فلفل رومي وفلفل حامي. الفلفل الحامي الحاجه الوحيده اللي تقدري تستغني عنها في الوصفه دي، لكن ما بيبانش مع تعادلا مع بقيه الحاجه اللي هحطها. هعصر ليمونه كبيره على البصل المفروم ناعم. انا استخدمت هنا البصل الاحمر لانه بيبقى فيه سن التسكيره شويه وانا محتاجه ده في قلب التتبيله. طبعا محلول النقع هقول لك عليه دلوقتي واحنا شغالين. زي ما قلت لكم الموضوع ده تقدري تستخدميه لاي نوع طيور عندك. معايا معلقه من دبس الفلفله اللي احنا عاملينه في قلب البيت ده. لون وطعم بس، لكن مش حامي خالص. هستخدم دبس الرمان وده بيدي طعم مزازة مع سن التسكيرة كده، حاجة بتبقى طعمها حلو قوي. لكن لو ما عندكيش تقدري تحطي معلقة عسل اسود، وفي الحالة دي هتستغني عن معلقة العسل الابيض اللي انا هحطها حالا دلوقتي. معلقة كبيرة من العسل الابيض. العسل الابيض بيدي اللون الجميل اللي انتوا شفتوه ده، وكمان بيخلي الانسجة بتاعت اللحمة حلوة في التسوية. حطيت معلقه كبيره منه. هحط بقى شويه الملح اللي انا عايزاهم، وهراعي ان في محلول النقع كان فيه ملح. معلقه كبيره، معلقه صغيره مليانه من بهارات السبع حبات، ودي فيها كل حاجه. نظرا لان انا بعملها في قلب البيت فانا متاكده ان فيها كل حاجه انا محتاجاها في التتبيله. معلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسود. معلقه صغيرة مليانة من معجون الطماطم بتاع البرطمانات. هحط فص حبهان سليم وهو هيطحن مع الموضوع ده كله. معلقة كبيرة من الزبادي، ودي بتساعد على تطرية الأنسجة بتاعة اللحوم وبتدي طعم حلو جدا. هحط ربع كوباية من الزيت بعد كل ده، وهبتدي اضرب في الخلاط. ده الشكل. تعالوا بقى اقول لك محلول النقع ده كان مكون من ايه. ورق لوري، ليمونتين كبار، 4 أو 5 حبات من الكبابة الصيني، روزماري، وكمان زعتر. أنا حطيت الروزماري سليم يعني مش مطحون، وزعتر. الأعشاب العطرية والحاجات دي بصوا في كام فص ليمون هم موجودين مع الكباب الصيني. الحاجات دي كلها مع ملح وسكر وفلفل اسود. ده كان محلول النقع بتاعي، قعدت يوم كامل وانا منغذاها بالوضعيه دي. طبعا رميت محلول النقع وشطفتها، شفتوا كان شكله لونه عامل ازاي، بيشلك اي دم موجود. الفتحات اللي موجوده من الاول دي انا اللي عاملاها المحلول النقع، عشان كده نزلت كل بقايا الدم اللي فيه. تمام. هزود بقى فتحات تانية. وطبعا انا فاصله ما بين الجلد وما بين اللحم بتاعه. في ناس كتير جدا ما بتحسش بطعمه ولا اختلاف بينه وبين الفراخ، لانها ما بتعرفش او ما بتدلوش حقه في التتبيله وكمان التسويه. بصوا الفتحات دي كلها هتاخد بقى من التتبيل اللي احنا عملناها دي كلها، وهيبقى طعمها تحفه. اعملي بقى مساج من بره ومن جوه، وكمان هقلب. هسيبه في الخلطه دي قد ايه، 4 أو 5 ساعات على قد ما تقدري. يبقى محلول النقع نزل لك كل الزفاره اللي كانت موجوده، ملح وسكر وفلفل اسود وليمون، كبابه صيني، زعتر وروزماري، وكمان ليمون مش فاكره قلت ولا لا، وورق لوري. والتتبيله عملناها سوا مع بعض. ده كده شكله بعد ما قعد فتره كبيره. هدخله الفرن. كل كيلو بقى من الطيور بياخد ساعه تسويه، ايا كانت. كل كيلو من الطيور بياخد ساعه تسويه. احسبي بقى انت حاجتك كام كيلو وهياخد الوقت ده. لكن قبل ما يخلص الوقت بترفعي الكاميرا بتاعه الورق الزبده والورق الالومنيوم، وبياخد وش تحت الشوايه من غير اي سوائل. بصوا انا قدمته النهارده مع ايه، مع رز بسمتي بالمكسرات وكمان شويه محشي. تقدري بقى تختاري الحاجه اللي انت عايزه تقدميه معاها، سواء اذا كان ده او ده. السلطات اللي بتليق مع محشي ورق العنب هي سلطه الزبادي والخيار وزيت الزيتون، والسلطه اللي بتليق مع الرز هي الدقوس، صوص الدقوس. وصفة النهاردة كانت بسيطة وسهلة جدا. عرفتكم ازاي تعملوا تتبيلة حلوة جدا لأي حاجة روستو انتوا عايزين تعملوها. اشوفكم بخير في وصفة جديدة. لو عجبتكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، كمان لايك وشير عشان اكبر قدر من الناس يستفاد من الحاجة بتاعتنا دي.
طبعا التتبيلة او الوصفة بتاعتنا دي طعمها مختلف تماما عن الكيس الحراري. ده حاجة وده حاجة تانية خالص. طبعا انا وريتكم في الاول السوا بتاعه شكله عامل ازاي، كده بتضمني تسوية تمام مع الوقت اللي احنا عملناه، وكمان مع التتبيلة والحاجات اللي احنا عملناها. تعالوا نشوف كده جزء من اللحم شكله عامل ازاي. اللحم بتاعنا لونه حلو جدا. طبيعي بيبقى لحم الرومي اغمق شوية من لحم الفراخ، لكن ما هواش مسود، بيبقى شبيه باللحمة البتلو. وصفة النهاردة وصفة خطيرة، طعمها حلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، جربيها بقى على فراخ، على بط، على وز، زي ما انت حابة. اشوفكم بخير في وصفة جديدة ان شاء الله. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ، كوين اوف ذا كيتشن. باي باي.